بهالجملة بلشت قصة أشهر يوتيوبر بالعالم. and stuff, so receive a bronze play button at 10,000 subscribers. And that will go around the safe. And this is way more disgusting. We built a Lego house. Play button, that means they'd have to send every single one. فضل كون فقير على اني اعمل اي شيء تاني غير اليوتيوب. بهذا الفيديو حتعرفوا كيف مستر بيست قدر من خلال الجمهور تاعه واسمه يقدر يبني براندز مثل فيستبلز ومستر بيست برجر ويوصلن لأرباح خيالية. بلش محتوى مستر بيست من ألعاب ماينكرافت، ضل عم يحاول يعمل تيست لحتى قدر يكتشف شو الستايل اللي بيناسبه، اللي هو مقالب وتحديات غريبة، مثل انه يعد لل200,000 بقعدة وحدة، مثل انه يحضر سيريوس ل10 ساعات متواصلة، ومثل انه يقول بيودي باي ل100,000 مرة. كمان انا هجيت 100,000 مرة بيودي باي لعرفت اقوله. وعلامته الشخصية ما بلشت تعمل ضجة الا بس لقى ستايل خاص فيه لإله. من بعد ما بلش يحقق نجاح كبير، كل المصاري اللي قدر يطلعها من اليوتيوب رجع استثمرها باليوتيوب، فبلش يعمل كونتنت ويستعمل ستوري تيلينج ما حدا مستعملها مثله من قبل، مثل فيديو $1 vs $500,000 تيكت بلان اللي جاب اكثر من 360 مليون فيوز. وهون كان عم بيخلي الجمهور يشعر انه كيف الاكسبيرينس بتكون من اوطى تيكت لاعلى تيكت، لا يلعب على العامل النفسي، لانه في كتير من الاودينس تاعوله مش راكبين الفيرست كلاس من قبل. كان وما زال بيستعملها مستر بيست بالكونتنت تاعه، هي انه بيستعمل الترندز ليعمل الفيديوز تاعوله، مثل وقت عمل فيديو عن السكويد جيم واللي جاب كمان من اكثر الفيديوهات مشاهده بالشانل تاعته. واكيد لا شك انه مستر بيست من اكثر الكونتنت كرييترز واللي هو قريب من المتابعين تاعولهم وبيعطيهم فرصه انه يعيشوا تجربة الفيديو اللي هو عم يعمله، مثل وقتها خلى سبسكرايبرز يشتركوا وفي واحد ربح جزيرة بقلب البحر. وحتى في دراسة عملوها انه 70% من المتابعين تاعول مستر بيست بينتخبوا رئيس اذا هو نزل على الرئاسة. طيب هلا نحن عرفنا كيف مستر بيست قدر يبني البيرسونال براند تاعه، بس كيف قدر يستفيد من ملايين المتابعين ومليارات المشاهدات لانه يبني علامتين تجاريتين اللي هن فيستبلز ومستر بيست برجر. اول ما اطلق فيستبلز عمل تشالنج وكان في بس 10 تيكتس، اللي بيربح تيكت واحد بيقدر يحصل على فرصة انه يكون بالفيديو تاعه. لتقدر تحصل على التيكت بدك تشتري شوكولا، كل ما تشتري شوكولا اكتر كل ما بتزيد فرصتك انك تربح هذا التيكت. فاكيد كل حدا متابع مستر بيست حاول انه يشترك بهذه المسابقة لانه في بس 10 تيكتس، فهو عمل سكارسيتي، حدد عدد السبوتس، خلى العالم تشتري اكتر فيستبلز. كمان كان في جوائز مثل انك تربح سيارة تسلا، مثل انك تربح بلاي ستيشن، مثل انك تربح كتير جوائز تانية، مثل بس بدك تجذب عملاء تعطيهم مصادر بسعر رمزي او ببلاش، هيك بتصير انت عم تستقطبهم بسهولة لإلك. ونفس الطريقة اعتمدها بس اطلق البراند تاعوله اللي هو مستر بيست برجر. قدر انه يجيب 10,000 واحد كانوا بالصف ناطرين لحتى ياخدوا المستر بيست برجر بالمول. فهذا هو مستر بيست، وهيك قدر يستفيد من الجمهور تاعوله ليقدر يبني علامة تجارية لإله ويعمل بزنس. بس بدك يكون عندك بيرسونال براند من 5 ل 10,000 شخص بيوثقوا فيك، بيتابعوك، بحبوا المحتوى تاعك، عم يستفيدوا منه، بالاخر حيشتروا منه وحيوثقوا بكل شيء انت بتعمله. لهيك اذا انت اليوم ما عندك هيدا البيرسونال براند لازم تبلش من هلا تبني فيه، لانه حيدفع لك كتير مصاري بالمستقبل. وبشوفكم بالفيديو الجاي.